أبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع. من هو أحمد الشرع؟ قائد الإدارة الجديدة في سوريا. برز اسم أحمد الشرع قائد الإدارة الجديدة في سوريا في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا، بعد أن استطاعت المعارضة السورية من إسقاط نظام بشار الأسد. حلو الكلام. واستطاعت سوريا بقيادة الشرع وضمن معركة أطلق عليها اسم ردع العدوان من السيطرة على مدن أساسية في سوريا مثل أدلب وحلب وحماة قبل الوصول إلى العاصمة دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد. وفي 30 يناير 2025 أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إن القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع سيتولى رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، كما سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية وتمثيلها في المحافل. والله كلام حلو زي الفل. طيب أين ولد أحمد الشرع؟ ولد أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، ثم انتقل إلى سوريا وهو في عمر 7 سنوات، وتربى في حي المزة بمدينة دمشق، وتعود أصول عائلته إلى الجولان المحتل. كلام زي الفل. تأثر الشرع في شبابه بالانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. ماذا درس أحمد الشرع؟ بدأ الشرع دراسته في مجال الطب، الله أعلم، يعني محدش فينا هيعرف دراسته إذا كان طبيب أو مهندس أو أيا كان إلا لما يطلع لنا شهادات الدراسة بتاعته. تغير مسار حياته بعد أحداث سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. ترك الدراسة وتوجه إلى العراق ليبدأ رحلته اللي انتوا عارفينها. وهنا بدأت رحلة أحمد الشرع الجهادية. لم يعرف بعد ذلك إذا كان التحق في أي كلية أو دراسة جامعية. الراجح إن أحمد الشرع لم يكمل دراسته الجامعية. من بقى هو والد أحمد الشرع؟ والد الجولاني هو حسين الشرع، كان رجلا قوميا عربيا من المعارضين لسياسة نظام البعث الذي حكم سوريا، ما أدى إلى اعتقاله أكثر من مرة. والحد هنا والكلام معقول. شارك حسين الشرع والد الجولاني في احتجاجات ضد حكم البعث في سوريا. سجن على أثر الاحتجاجات عدة مرات في سوريا والأردن. لجأ إلى العراق بعد الخروج من السجن. لم يكن أحمد الشرع متفق فكريا مع والده إلى حد كبير. اتفق الاثنان على حب فلسطين وفقا لتصريحات الجولاني. عاوز اقولك ان انت مجاهد مجاهد وداعشي داعشي يعني. وبعدين عاش الجولاني تجربة جهادية في العراق وفي سوريا وصولا الى معركة ردع العدوان التي اطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الاسد. وانتقل الشرع الى القتال في العراق عقب الغزو الامريكي عام 2003. اعتقلته الولايات المتحدة في عدة سجون، ومن ثم سلمته للحكومة العراقية. سجن في السجون العراقية وكان مدة سجنه 5 سنوات. أطلق سراح الجولاني عام 2008. ده ايه الفضايح دي؟ وعاد الشرع إلى سوريا بعد سنوات من القتال والاعتقال في العراق، وكان من أول المناهضين لنظام بشار الأسد أبان الثورة السورية عام 2011. ده الكلام حلو ولسه يحلو والكلام تقيل قوي. وبعد عودته إلى سوريا شارك في الثورة السورية عام 2011. عام 2021 أعلن تشكيل الجولاني جبهة النصرة لأهل الشام، وبعدها شارك في قتال نظام الأسد بعد قصفه وقتله للمدنيين. أقيمت حكومة الإنقاذ السورية عام 2017 في مناطق حكم هيئة تحرير الشام في محافظة أدلب شمال غرب سوريا. وأقيمت حكومة الإنقاذ السورية عام 2017 في مناطق حكم هيئة تحرير الشام في محافظة
أدلب شمال غرب سوريا. نالت مسودة مبادرة الإدارة المدنية عالية المستوى في مناطق سوريا المحررة موافقة هيئة تحرير الشام، وبعد أن عرضت عليها وعلى عدة جهات عسكرية ومدنية أخرى بهدف ضم أكبر عدد من مكونات المجتمع الإدارة المدنية. ونيجي بقى هنا لمقابلة الجزيرة. تنصل الجولاني في مقابلته مع الجزيرة عام 2013 من الأفكار التكفيرية التي تدعو لها بعض التنظيمات الإسلامية، وأكد أن الانفراد بالسلطة ليس طموحا لهم. ولا ما قصرت يا أحمد يا شرع؟ يعني أنت مش عاوز تبقى رئيس لسوريا؟ عاوز تبقى أمير طبعا ومولانا طبعا، وتقتل وتدبح وتقلع عيون وتدفن الناس أحياء وتغتصب الشعب، يعني وتغتصب أموالهم وتعمل اللي أنت بتعمله ده، وعايز الناس تبقى يعني حنينة معاك يا حنين أنت. وقال الشرع في المقابلة: لا نطمح بصياغة مستقبل سوريا السياسي بعد سقوط نظام بشار الأسد. يا حلاوتك. يا عيني يا ليلي، لو كانوا يعرفوا أهل سوريا إنهم هيتورطوا الورطة دي ما كانوش يترحلوا من مصر ومن كل البلاد على سوريا. والله يعني هم كده كانوا فرحانين إن هم خلصوا من نظام بشار الأسد، لو الجزء التاني من نظام بشار الأسد أحمد الشرع. وأطلقت فصائل المعارضة في سوريا عملية ردع العدوان في أواخر نوفمبر عام 2024، واستطاعت في وقت قصير إسقاط نظام بشار الأسد. عين الجولاني قائدا عاما لإدارة العمليات العسكرية. والله يتدحلب لحد ما يتمكن، بتتقال كده ولا أنا بقولها غلط؟ أنا معرفش الصراحة. دعا الجولاني المقاتلين للتحلي بأخلاق النصر والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكذا القيم الإنسانية. عقب سقوط النظام أعلنت إدارة العمليات تشكيل حكومة إنقاذ انتقالية بقيادة المهندس محمد البشير. سوريا الجديدة اللي هي بقى الدولة الإسلامية، يعني نخلص بقى على الفلول وسكان البلد نفر نفر، سواء بقى أطفال كبار رجال، يعني نساء رجال كبار السن، يعني أي حد كده في طريقنا نخلص عليه. دعا الجولاني إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا. استقبل أحمد الشرع وفودا من الدول الغربية والأوروبية لبحث مستقبل سوريا، وكمان اتفق مع قادة الفصائل على حلها ودمجها في وزارة الدفاع السورية. يحظى الشرع بإجماع شعبي سوري كبير جدا. ناقش الشرع مع الوفود إعادة أعمار سوريا والسياسات الجديدة. حظى الشرع بقبول من المجتمع الدولي والجوار العربي. عاوزة كمان أوضح لكم يا أصحابي من هو محمد البشير. محمد البشير مواليد 1983 في جبل الزاوية، مهندس وسياسي سوري، يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء منذ 10 ديسمبر 2024 في الحكومة الانتقالية التي أنشئت بعد سقوط نظام بشار الأسد. شغل فيها منصب رئيس حكومة الإنقاذ السورية منذ 13 يناير 2024، تعيينه رئيسا للحكومة الانتقالية. عاوزة كمان أقول لكم يا أصحابي إن أحمد الشرع تزوج من لطيفة الدربي، الميلاد 1984، لجنسية سورية، الديانة مسلمة سنية، يعني ما عندهمش فلول بقى ولا علويين ولا دروز ولا الله أعلم ما عندهمش إيه كمان، بس هم عاوزين سوريا بلد إسلامية. سؤال هنا بقى يا أصحابي، لو كان السوريين عرفوا مصيرهم مع أحمد الشرع إن هو كان هيجمعهم كده مع بعض في سلة واحدة وهيغدر بيهم، هل كانوا سافروا سوريا؟ كانوا ترحلوا من بلاد لبلاد تانية؟ لو كانوا يعرفوا إن نصيبهم الموت كانوا نقلوا من مصر أو أي مكان وكانوا رايحين لبلدهم فرحانين؟ لو بجد يعني فيلم رعب رعب رعب، يعني دم وقتل أطفال وكل حاجة كده أكنها بنشوفها في السينما، يعني حاجة احنا يعني بنسمع عنها في الدارك ويب والديب ويب، فجأة كده نلاقيها كده قدامنا. يعني اعدامات، جماعات كده بيتعدموا بيتدفنوا بيهوهوا
وقلة قيمة وقلة يعني مش عارفة اقول ايه، بجد يعني مش عارفة اقول ايه، الكلام رايح من دماغي، لان انا يعني مضغوطة في الموضوع ده، مضغوطة مع اهل سوريا والاستغاثات، مضغوطة بجد. دعواتكم يا اصحابي لاهل سوريا واطفالهم بالرحمة، والناس اللي هي لسه موجودة ربنا يحفظها ويديها طولة العمر. بجد يعني الواحد مش عارف يتكلم بعد اللي شافه، يعني الواحد بيشوف حاجات فظيعة وصور فظيعة كل يوم، وربنا يكون بعونهم، وكمان بعون أهل فلسطين. يعني الواحد طلع من حاجة لا حاجة تانية. شكرا لكل أصحابي اللي وصلوا معايا لحد هنا. سلام.